مع الأيام تتوالى الندوات وتتوالى الوجوه ونتعرف على وجوه جديدة تلم بكل فكر وبكل لقاء. مرحبا بكم جميعا، بدءا من مجلس إدارة اتحاد الرسالة الخارجية السيد لوسي، ثم انتهاء من الأستاذ عصام، ولا يمكن أن ننسى نتيجة الخارجية الدكتورة رام وعمر. هي وفرت علي فترة التعارف اللي هي قامت بيها الحقيقة، ولذلك نخش على طول على ضيوفنا. فنحن الآن في ضيافة فارسين كبيرين من فرسان الفن العربي الأصيل، الشعر والموسيقى. الفارس الأول حكم جلوسي إلى جوار مباشرة والأستاذ الدجال الكبير سامي علي البدوي. الأستاذ سامي علي البدوي هو في غنى عن التعريف، لكن لمن لا يعرفه سنقدمه في سطور كاملة. الأستاذ سامي البدوي من المفارقات الجميلة اللي النهارده عيد ميلاده. أول ما بصيت على طول مشروع 24/8 يبقى كل سنة طيب. سنة كام؟ وعقبال كان 35 بس ده حلو. سنة 54؟ لا 60 لا 60. الأستاذ سامي البدوي عمل مدرسا في الأزهر الشريف حتى وصل إلى درجة وزير عام، وزجاج وعضو اتحاد كتاب مصر، وعضو جمعية أدباء الشعب الإسكندرية. حاصل على العديد من شهادات التقدير من رابطة الزجاجين وجمعية أدباء الشعب. شارك في مؤتمر الأدباء بورسعيد في 2020. حصل على تكريم الهيئة العامة لتطوير الثقافة، وحصل على درع في الأشياء بقول له ليه ما كملتش؟ لأنه اشتغل في التلفزيون لمدة 10 سنين يعد برنامج المسحرات في العالم في شهر رمضان المعظم، وظل على هذا المنوال لمدة 10 سنوات. شارك في مهرجان أبها عروس الجنوب في المملكة العربية السعودية، وقدم أغنية زجري بمناسبة يناير آمر. أما عن عطاءاته الإبداعية فهي متعددة وكثيرة، مستحيل يقدمها في عجالة يعني. أول كتاب المعارك الزجلية في البعثومة وده أهم ما كتب الحقيقة، في 3 أجزاء، بحث في 3 أجزاء. الحقيقة أنا وأبي والوظيفة زجل، رباعيات الخيام ورؤية زجلية، رباعيات الخيام زجل بالي، المسحرات الصغير زجل، المسحرات للأمور والشخصيات أيضا زجل، المسحرات لملك السياحة زجل، الترجمات الشعبية ورباعيات الخيام. هي عطاء متفرد وعطاء متعدد وممتد. صندوق الدنيا زجل، موال عشان الأرض زجل، كابتن يطلع مين، حكايات زجلية، مملكة الكوس، مملكة الكوس يعني مملكة الكوس زجل، بشر مسير أيضا زجل، ديوان المناسبات زجل. كل دي